انسي الحبوب اللي في جسمك وانسي ريحة العرق. بعد الفيديو ده هتعرفي يعني ايه احساس النظافة اللي بجد، وهتحسي ان جسمك بيتنفس. هي انك هتعملي دبل كلينزنج للجسم. دبل كلينزنج ببساطة يعني هتغسلي جسمك الاول بصل يكون فيه ساليسيليك اسيد او صابونة زي صابونة ستارفي او صابونة جليسرين، وبعدين هتستخدمي الشاور جيل وتاخدي الشاور بتاعك عادي. بس انا بفضل ان اغسل شعري الاول وبعدين اعمل دبل كلينزنج. انا بحب استخدم غسول ستارفل اللي فيه ساليسيليك اسيد، وبجد تحفة للجسم، بيساعد ان هو يقلل الحبوب، بينظف الجسم بعمق. وفي برضو منه الوايتنج، وهما الاتنين حلوين وبيدوا نفس النتيجة. وبحب استخدم مع الغسول الشاور جلافز، بحس انها بتنضف الجسم من القلب وبتعمل تقشير خفيف للجلد الميت. ودي تاني مرة اجيب فيها الجلافز ده، وحقيقي يستاهل كل جنيه. تاني خطوة بتغسلي جسمك بالشاور جيل، ولو ما عندكيش شاور جيل عادي هتستخدمي الغسول او الصابونة مرة كمان عشان نتأكد ان الجلد فعلا نضيف. واهم خطوة بعد الشاور وهي الترطيب، لان بجد بيفرق جدا في نعومة الجسم. كمان الجسم بيكون مستعد ان هو يستفيد من اي برودكت هيتحط عليه بعد الشاور. لو الفيديو عجبك ومهتم بالسكين كير اعملي فولو.